مطعم الشيف شربين مأكولات بحريه، رايق ولا هنتضايق؟ يلا. لما نزلت حلقه ابو راشد العجيب كذا حد قال لي جرب الشيف شربيني، فما عملتش مقارنه بس هجيب ريفيو هنجربها ونشوف المطعم دوت رايق ولا هنتضايق. جبنا من عنده شوربه سي فود مخليه عامله 85 جنيه، وسندوتش جمبري جامبو عامل 60 جنيه. نبتدي الاول بالجمبري. اوبا ايه ده؟ صراحه انا اول مره اشوف الحجم دوت، انا مش عارف ده الغلاف بتاع الدقيق ولا ده الجمبري نفسه. هو كبير شويه بس الجمبري نفسه كبير ده. بص شكله، هناكله بالغلاف بتاعه. بسم الله. السندوتش دوت في ناس كتير هيعجبها، في ناس مش هيعجبها حاجه واحده، القرمشه اللي بره ديت. يعني في ناس انا اعرفها ما بتحبش القرمشه الزياده ديت، بس جمبري طعمه حلو، التتبيله. بس الفكره كلها ان بص ده غلاف يا محمد، يعني بص هو انت لو كلته لوحده واخد من طعم الجمبري، التغليف اللي بره ده مختلف، لكن كمطعم انا جربته ده جامد بصراحه. خش بقى على الشوربه، سعر 85 جنيه برضه. حوار التغليف دوت، هاتوا العلبه اللي بتتقفل. ده شكلها يا نهار اسود. ده شكلها نص ليمونه وعلبه سلطه وعلبه طحينه. خش بقى الليمونه ديت. انا عايز ادوق الشوربه دي لوحدها الاول. هي الكريمه بتاعتها زايده شويه، مش حاجه مضايقاني يعني. لو حد ما بيحبش الكريمه ممكن تضايقه. جمبري لوحده اوف، ده حاط فيها لوجز. فكره حلوه قوي ان الشوربه يبقى فيها لوجز، مدي البتاع في حته ثانيه خالص. الشوربه فيها حتت صبيط فيليه جمبري كبير لوجز. هي بس الفكره في الشوربه تحس ان هي الكريمه بتاعتها عاليه، ما ضايقتنيش بس ممكن تضايق حد غيري، فاتمنى ان هو ياخد باله من الحركه ديت. جامده بصراحه الشوربه دي. لا هنا انا شامم ريحه سي فود، ريحه الجمبري اللي من الشوربه دي. لو هقيمها تقييم انا اديها 8.5 من 10. وبكده تكون الحلقه خلصت. فعلا مطعم الشربيني طلع على الرايق زي ما الناس قالوا لي، والحلقه فعلا تستاهل ان انا اروح اصوره واجربه لوحده. فاتمنى الحلقه تعجبكم. استنوني في فيديوهات جديده. سلام.